الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، ويتنافس على الجائزة لاعب العين الإماراتي عمر عبد الرحمن المعروف بعموري إلى جانب العراقي حمادي أحمد والصيني وو لي. مراسلنا وفاء السقار والتفاصيل. بعد سلسلة من النجاحات والإنجازات التي تحققت على المستوى الفردي والجماعي في السنوات القليلة الماضية، بات عمر عبد الرحمن محط أنظار الجميع داخل الدولة وخارجها لما يتمتع به اللاعب من موهبة فاقت كل التوقعات. أنا الوالد كان مهتم في الرياضة وكان لاعب، بس طبعا كان لاعب أيام زمان ما في تقدر تقول أندية أو كذا، فكان يتابع كرة القدم وله تشجيعه وله ميوله، فكان ينظر لعمر أن عمر بيكون له يعني شيء كبير، وكان دائما يراهن على عمر، دائما يراهن على عمر. وفي ناس كثيرين كانوا يقولون لا يعني أنت تكابر على ولدك. في الأخير الحمد لله كسب رهان الوالد. قائد العين الإماراتي ونجم المنتخب الوطني أصبح أقرب من أي وقت مضى لأن يتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا، خاصة بعدما ساهم بوصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة. Of course that Omar Awel the best player and I think in the best player in Asia. في طبيعة الحال عمر هو أحسن لاعب في آسيا أيضا، لكن عمر ليس لوحده في الفريق، بل هناك 15 إلى 16 لاعبا في نادي العين يلعبون بشكل جماعي، لكن يبقى عمر أفضل لاعب وأنا محظوظ بوجوده في الفريق. التوقعات تشير إلى أن عمري هو الأقرب لحسم لقب أفضل لاعب في القارة، هذا اللقب الذي كان إماراتيا أيضا في الموسم الماضي وتوج به زميله في المنتخب أحمد خليل. ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة هوية الفائز باللقب. وفاء السقار، BeIN Sports، أبو ظبي. يعتبر عام 2016 من أجمل الأعوام التي مرت على العراقي حمادي أحمد حسب ما أدلى به في تصريح خاص لBeIN Sports. مهاجم القوة الجوية حصل على لقب هداف بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وأفضل لاعب فيها، إضافة إلى لقب هداف الدوري العراقي. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا علي رياح من بغداد. مفارقة كبيرة يشهدها مشوار النجم الهجومي العراقي حمادي أحمد خلال 2016، فهو يشق طريقه بجدارة الآن للمنافسة على لقب اللاعب الأفضل في القارة الآسيوية، بينما يتعذر عليه الوصول إلى منتخب أسود الرافدين في تصفيات المونديال بعدما حالت أسباب قيل إنها إدارية دون انتظام حضوره مع كتيبة المدرب راضي شنيشل. في التصفيات الأولى أنا كنت متواجد مع المنتخب العراق، لعبت خصوصا المباراة الأخيرة اللي أمام تايلاند وأمام فيتنام في إيران، لكن في هذه المباراة الأخيرة تمت الدعوة إلي من قبل المدرب المنتخب الوطني، لكن كان هناك خلل عندي في الجواز ولم ألتحق بالمنتخب الوطني، وأنا موجود في أي وقت راح أكون إن شاء الله متواجد في المنتخب الوطني. حمادي أحمد يسجل بأهدافه الداخلية والخارجية حضورا رائعا خلال العام الحالي، فقد تكفلت أهدافه 16 في وضع القوة الجوية على قمة كأس الاتحاد الآسيوي، وكان اللاعب الأفضل فيها بعدما كان نال من قبل لقب هداف الدوري في العراق. 2016 ما شاء الله من أجمل الأعوام اللي هي مرت عليه، أكيد فيها كثير من الإنجازات، يعني ليس إنجاز واحد، هداف الدوري العراقي، كأس العراق، أفضل هداف كأس الاتحاد الآسيوي، أفضل لاعب في البطولة أكيد، لكن هو يبقى الإنجاز الأفضل والأهم اللي هو كأس الاتحاد الآسيوي اللي لم يحصل عليها أي نادي عراقي. في الطريق إلى منصة التتويج بين نجوم آسيا يتطلع جمهور الكرة العراقي إلى تغيير في قناعة المدرب راضي شنيشل يعيد حمادي أحمد إلى موقعه في المنتخب، لعل في عودته تعويضا لغياب كبار النجوم أمثال يونس محمود الذي يترك الآن فراغا لافتا في المردود الهجومي لأسود الرافدين. علي رياح، BeIN Sports.